أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. النهاردة كان عندنا 3 ماتشات في الدوري المصري الممتاز. الماتش الأول أسوان وحرس الحدود، والماتش التاني فاركو وسيراميكا كليوباترا، والماتش التالت المقاولون العرب والإسماعيلي. تعالوا نشوف إيه اللي حصل في ال3 ماتشات دول. بالنسبة للماتش الأول، أسوان بيخطف التعادل من حرس الحدود بهدف لكل فريق. خطف فريق أسوان نقطة من أنياب فريق حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة 13 من عمر الدوري والمقامة باستاد أسوان. أحرز هدف حرس الحدود مصطفى جمال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، وتعادل محمد ناجي الأسوان في الدقيقة 91 من عمر المباراة. بهذه النتيجة ارتفع رصيد أسوان للنقطة 17، حيث لعب 13 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات، فيما ارتفع رصيد حرس الحدود عند النقطة 11، حيث لعب 13 مباراة، فاز في مباراتين وتعادل في 5 لقاءات وخسر 6 مباريات. بالنسبة للماتش التاني، التعادل 1-1 بيحسم مباراة فاركو وسيراميكا في الدوري الممتاز. حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة فاركو مع سيراميكا كليوباترا في اللقاء اللي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية بالجولة 13 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. جاء هدف فاركو عن طريق أحمد مودي في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، عقب لمس لاعب فريق سيراميكا كليوباترا محمد عادل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، بينما أحرز هدف التعادل لفريق سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 53. بهذه النتيجة بيحتل فريق فاركو المركز ال11 بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بينما احتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز العاشر برصيد 16 نقطة. بالنسبة للماتش الثالث والأخير، المقاولون العرب بيقسوا على الإسماعيلي بثلاثية. حقق فريق المقاولون العرب الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الممتاز. جاءت أهداف المباراة عن طريق عمر فتحي في الدقيقة 50، ومامادو نياس في الدقيقة 61، وجون أوكلي في الدقيقة 80، بينما جاء هدف فريق الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 53 عن طريق محمد الشامي. بهذه النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 21، محتلا المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما يحتل فريق الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 7 نقاط.